تخيل تقوم من النوم تبص حواليك كل حاجه في مكانها، لكن في احساس غريب، تحس انك ناسي حاجه او ان في حاجه حصلت بس مش عندك، في مكان تاني. نفسك لكن مش انت. ما تقلقش انت مش مجنون، او يمكن انت فعلا مجنون، بس برضه ما تقلقش انت مش لوحدك، لان في احتمال جامد جدا ان في نسخه تانية منك بتعيش حياه تانية في كون تاني. نسخه منك لبست الجاكيت اللي كنت بتفكر تلبسه، او نسخه منك دلوقتي رئيس جمهوريه كوكب بلوتو. اه والله العلم بيقول كده، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. نظريه الاكوان المتوازيه. نظرية الأكوان المتوازية مش أسطورة ولا خيال علمي، دي محاولة علمية لفهم حاجة اسمها ميكانيكا الكم. أيوه هي بتاعت أينشتاين، الراجل اللي لازق في أي حاجة فيها فيزياء ده. هو في القرن العشرين العلماء عملوا تجربة غريبة اسمها تجربة الشق المزدوج. جابوا إلكترونات صغيرة، جزيئات مش بتتشاف بالعين، بدأوا يرموها على جدار في شقين أو فتحتين. المفروض الإلكترون يختار واحد من الاثنين، لكن اللي حصل الإلكترون اتصرف على أساس إنه موجة، فمشي من الاثنين في نفس الوقت. كل الاحتمالات بتحصل في وقت واحد، وهنا يأتي السؤال، مش شايف ان في حاجه غلط؟ يعني انت لما بتقرر تبعت مسج وترجع في كلامك، في نسخه منك بعتت ووقعت في ورطه، ونسخه تانية كبرت دماغها وتجاهلت وارتاحت، ونسخه ثالثه قررت تبعت بس حطت ايموجي غلط وبوظت العلاقه كلها. النسخه دي تستحق اللايك والله. العالم هيو إيفريت سنة 1957 قال لو كل الاحتمالات بتحصل في الكم بيحصل لها انفصال في الواقع نفسه، يعني كل قرار بيخلق واقع موازي، نسخة تانية من العالم فيها نتائج مختلفة. ومن هنا اتولدت فكرة كل حاجة ممكن تحصل بتحصل فعلا، لكن في أكوان مختلفة. يعني ممكن يكون في نسخة منك لسه بتتفرج على الفيديو ده، ونسخة زهقت وقفلت من أول دقيقة، ونسخة ثالثة قررت تبدأ قناتها النهاردة لأنها اتحمست من كلامي وعايزة تكون هي النسخة اللي بتنفذ مش بتفكر بس. ولو فكرت شوية، هل في مرة حسيت إنك عملت الحاجة دي قبل كده، أو شفت حلم غريب ولقيته اتحقق فعلا؟ ممكن دي تكون لحظة تصادم ما بين كونك وكون تاني. تخيل، وعلى فكرة مش بقول كده من دماغي، ده علماء تقال جدا هم اللي اتكلموا عن الفكره دي، زي براين جرين قال ان الاكوان المتوازيه ممكن تكون تفسير لظواهر غريبه. ماكس تيجمارك بيقسم الاكوان لدرجات وانواع، وهي نيك بوستروم ده بيقول اننا ممكن نكون كلنا محاكاه اصلا، بس ده موضوع تاني نحكيه في فيديو لوحده. بس خليني اوضح لك حاجه قبل ما نقفل. نظريه الاكوان المتوازيه لحد دلوقتي مجرد فرضيه علميه، يعني مفيش حد شاف كون تاني ولا صور لنا نسخه من عالم تاني والكلام ده، وكل اللي بيتقال ده مبني على فرضيات ومعادلات رياضيه مش ادله ملموسه. علماء كتير شايفين انها وسيله لتفسير الحاجات الغريبه اللي بتحصل في عالم الكم، مش حقيقه مثبته. بس هل ممكن نثبتها؟ الله اعلم. يمكن في المستقبل نلاقي طريقه نفتح بيها شباك على كون تاني، ولو ده حصل يبقى افتكرني وابعت لي من هناك مسج وقول لي لقيت نفسك ولا لا. حرفيا مش فكره الانسان بيلاقي نفسه وبتاع في حتت معينه، لا، واحد قدامك حرفيا، تقعد بقى مع نفسك وبقول له مش شايف ان في حاجه غلط. المشكله ان السينما ما بقتش بتسيب حاجه دلوقتي، اي موضوع نجيب عليه اي فيلم. عندك سبايدر مان اتكلموا برضه عن نفس الموضوع، اكوان متوازيه، 3 سبايدر مان بيحاربوا في نفس الوقت، قعدوا مع نفسهم كده وخلصوا كل واحد حاجاته، بعد كده كل واحد روح حياته بقى والدنيا رجعوا زي الفل تاني. المهم لو في نسخه تانية منك بتعيش دلوقتي ومحدش يعرف مين فيكم هو الاصلي، يبقى هل انت فعلا انت، ولا انت مجرد احتمال من ضمن احتمالات لا نهائيه من النسخ؟